ليلة مزعجة. يا ترى ما مصير ذلك الهدهد في الحلم؟ في صباح يوم جديد، كم كنت أتمنى يا أبي لو كنت موجود لترى كم أنا متحمسة. يأخذني الباص إلى المدرسة كل يوم، ويغمرني الحزن وأنا أرى الآباء برفقة أبنائهم. سألتني المعلمة: حنين، ما معنى قوله تعالى وربك فكبر؟ عظم ربك بعبادته وحده. أحسنت يا حنين. كنت سعيدة وأنا أرى زملائي يصفقون لي. كم كنت أتمنى لو أبي بجانبي يشاركني هذه الفرحة. سلمت المعلمة النتائج، وكانت درجاتي ممتازة باستثناء الرياضيات. كان أبي هو من يذاكر لي هذه المادة. عدت إلى البيت وأنا على النافذة، على أمل أن يعود بعد كل هذا الغياب. يحل الظلام وتسوء حالتي. أشعر بأن جسدي يخبرني بأن عافيتي ذهبت مع ذهاب والدي. أبي الغالي، سافرت وغابت معك سعادتي. تشتت طريقي وضاعت أحلامي وأنا أنتظر عودتك. أتذكر عندما كنت تحملني على كتفك. أتذكر قصصك التي كنت ترويها لي عن الأبطال والمغامرات. كنت السند الذي أستند إليه. أتذكر تلك العاصفة السوداء التي حلت ببلادنا. ما زلت أتذكر انقطاع راتبك وملامحك التي تخبرنا بقلة حيلتك أمامنا. تعددت الأحلام، ولكنها ليست كحلم أن تكون بيننا.